وكنت كل يوم وانا مروح من الشغل بقول النهارده اخر يوم انا هشتغل فيه الشغلانه دي، يعني كل يوم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جاي ادردش مع الناس اللي لسه داخله مجال الجرافيك جديد او لسه هتخش المجال وقلقانه وعندها شويه استفسارات. هقول لهم شويه نصائح حلوه جدا ومفيده جدا هتفرق معاهم وهم داخلين مجال الجرافيك. اول حاجه وانت داخل مجال الجرافيك هنركز على جزئيه التخصص. ناس كتير مش عارفه هي تخش تخصص ايه بالظبط في مجال الجرافيك، لان انتوا عارفين ان مجال الجرافيك مليان تخصصات. طيب هنحدد ازاي التخصص بتاعنا؟ احنا عشان نحدد التخصص بتاعنا لازم نركز في 3 حاجات. ايه ال3 حاجات دي؟ اول حاجة اركز في شغفي، يعني انا عندي شغف لتخصص معين. هل انا مثلا بحب الفيديو اديتنج او بشوف مثلا بتفرج على افلام كتير وبحب المشاهد والاخراج والكلام ده، ولا انا بميل قوي للانيميشن والحاجات اللي هي زي الموشن جرافيك وكده، ولا انا مثلا حابب ان انا اعمل تصميمات 2 دي او تصميمات مطبوعات او ايا كان. ايه الشغف اللي انا رايح له او ايه الحاجه اللي انا حاسس ان انا نفسي اعملها؟ لو انت عندك شغف لحاجه معينه اعملها على طول. طيب افرض انا مش عندي شغف لحاجه معينه، ابدا اركز على متطلبات السوق. السوق دايما بيبقى ليه متطلبات وكل فتره بتختلف عن الفتره الثانيه. يعني انا مثلا شايف ان السوق دلوقتي مايل قوي للفيديو اديتنج بسبب التيك توك والريلز واستخدام الفيديوز كاساس في عمليات التسويق. فدلوقتي الفيديو اديتنج مطلوب بقوه، وطبعا كل التخصصات مطلوبه، بس اهم حاجه تكون مميز في التخصص اللي انت هتخشه عشان خاطر تقدر تكسب من وراه وتقدر تحقق نجاح فيه. وثالث حاجه معانا المفروض تركز فيها قوي، ودي ناس كتير بتغفل عنها، امكانيات الجهاز اللي عندي او الجهاز اللي انا هشتغل عليه، او امكانيات الماديه اللي هتخليني اقدر اشتري جهاز غالي في البدايه. يعني انت مثلا لو انت معاك جهاز مش عالي قوي، فارشح لك ان انت تبتدي في مجال الجرافيك في تخصص ال2 دي. ولو امكانيات جهازك مقبوله شويه او عاليه شويه او فوق المتوسطه، تقدر تشتغل في مجال الفيديو اديتنج او المونتاج. طبعا المجال ده برضو بيحتاج امكانيات عاليه، بس انا بقول ان انت تقدر تتحرك فيه. لو انت بقى جهازك عالي قوي، طبعا انت بيبقى عندك حريه الاختيار تختار المجال اللي انت عايزه، بس تخصص زي ال3 دي والموشن جرافيك بيبقى محتاج اجهزه تكون قويه جدا، وانت ممكن في البدايه ما تقدرش تحقق ده. فركز في الحته دي، لان في ناس بتخش المجال بس الجهاز بتاعها مش مساعدها وهتحتاج تشتري جهاز جديد عشان خاطر تعرف تشتغل في المجال ده. فخدوا بالكم الحته دي. ونصيحه مني ليك، لو انت امكانيات جهازك محدوده وما عندكش امكانيه ان انت تشتري جهاز، ممكن تبتدي بال2 دي وتشتغل في تصميمات السوشيال ميديا او البراندنج وشغل المطبوعات، وبعد كده لما تبدا تجمع فلوس تقدر بعد كده تشتري جهاز عالي شويه وتتعلم تخصص تاني وانت بالفعل متمكن من التخصص الاولاني اللي انت اتعلمته في البدايه، لان هيكون فات فتره طويله وهتكون تمكنت فيه وقدرت تكسب من وراه. تاني نصيحة ليك، حاول على قد ما تقدر في البداية ما تفكرش في الفلوس. يعني ان انت ما تبقاش بتجري ورا الفلوس هي اول حاجة. ممكن تكسب فلوس بس ما يبقاش هو ده التركيز الاساسي. حاول في الاول تركز على ان انت تكتسب خبرة بشكل سريع. يعني لو انت تشتغل في مكان هيديك خبرة كبيرة وفلوسه قليلة، اشتغل فيه في البداية لحد ما خبرتك تزيد، وبعد كده انت هتلاقي نفسك بتقدر تحدد السالري او بتقدر تحدد الفلوس اللي انت محتاجها بالظبط في اي بروجكت انت بتعمله. ولو اتكلم عن نفسي، انا بداية اشتغلت من غير فلوس خالص. يعني قعدت فترات طويلة ان انا بنزل اماكن وبشتغل وما باخدش راتب، فما كانش الموضوع شاغلني، لان انا عارف ان انا اول ما اتمكن هعرف اشتغل في اي حته بالراتب اللي انا عايزه، وده فعلا اللي حصل معايا. ثالث حاجه ودي حاجه برضو مهمه جدا وناس كتير ما بتعملهاش، ان هي ما بتلزمش نفسها بوقت. يعني لازم تكون محدد وقت للتعلم والتغذيه البصريه، وتكون محدد وقت تاني خاص بالتنفيذ والتطبيق. واهم حاجه والتركايه والزتونه بتاعت الموضوع ده، ان الوقت اللي تتعلم فيه يكون قريب من وقت التطبيق. لان انت لو اتعلمت حاجه وسبت فتره طويله ما بين ان انت تتعلمها وتطبقها، هتلاقي نفسك كانك ما شفتهاش. وخصوصا الموضوع ده لما تكون لسه متعلم حاجه وجديده عليك. رابع نصيحه هقولها لك، والنصيحه دي اللي بتخلي ناس تنجح في المجال وناس تفشل: اليأس بيخرج ناس كتير من مجال الجرافيك ومن مجالات كتير تانية. في ناس بتبقى داخله المجال حاسه ان هو هيقعد على الكمبيوتر ويقعد بقى يشتغل ويعمل تصميمات وحاجات والعاب وكده، يحس ان هو بيلعب،
بعدين يحس بقى ان في عملاء وضغط وشغل وطول الوقت قاعد على الجهاز والكلام ده، فيبدا ييأس ويطلع ويسيب المجال. وبتكون الفتره الاولى فعلا على اي جرافيك ديزاينر لو هو شغال في شركه او فريلانسر بس عنده ضغط شغل كتير، بيكون الموضوع عليه عامل ستريس قوي او عامل ضغط عليه قوي، فممكن ده يأثر عليه بالسلب ويخليه يفكر ان هو يخرج من المجال، او يحس ان الضغط اللي عليه ده ما بيساويش للعائد او الفلوس اللي جايه له. هو بيبقى طبعا لسه في البدايه فالعائد بتاعه بيبقاش قوي، فده بيخليه يخرج من المجال على طول. الحته دي لو انت قومتها في البدايه هتلاقي نفسك مع الوقت الضغط ده قل وما بقاش فيه ستريس عليك، وهتلاقي نفسك العائد بتاعك بيزيد. لكن انت لازم تعدي من المرحله دي، يعني المرحله دي لازم كل الناس تعدي عليها. يعني اللي ما بيعديش على المرحله دي اعتقد ان هو شخص محظوظ يعني، لكن اي حد بيعدي على مرحله الضغط في البدايه وان هو ما بيلاقيش عائد قوي مقابل الضغط او الاسترس اللي هو بيبقى فيه. وانا شخصيا مريت بالموضوع ده، وكنت كل يوم وانا بروح من الشغل بقول النهارده اخر يوم انا هشتغل في الشغلانه دي، يعني كل يوم اقول كده واروح رايح تاني يوم، لحد ما جه وقت من الاوقات وبدا الموضوع عليا يبقى سهل، وبدات ما احسش بالضغط وانا شغال، وواحده واحده بدا الموضوع من ناحيه العائد يزيد والدنيا بقت الحمد لله كويسه معايا. رابع حاجه، ودي حاجه مهمه جدا 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 وممكن كانت مأثره عليا بشكل كبير وانا لسه في بداياتي في مجال الجرافيك، انك تهتم بمهارات التواصل بتاعتك. يعني تخليك بني ادم معاملته كويسه، يعني مش عايز اقولها لك باي صيغه تانية، بس خلي معاملتك كويسه مع العملاء. بمعنى صح اتقي ربنا في شغلك وما تخليش الموضوع شخصي ما بينك وما بين حد، وحاول تنمي مهاراتك في التعامل من ناحيه ان انت تخلي العملاء تحب تتعامل معاك. يعني لو بني ادم معاملته كويسه هتلاقي ان الناس بتحب تتعامل معاه حتى لو انت مستواك اقل من ناس تانية في الديزاين. خلي بالكم الموضوع ده مؤثر جدا 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 فوق ما تتخيل. وخلي بالك ان الموضوع ده برضو مرتبط بان انت تقرأ عقلية العميل، ولو قريت عقلية العميل وفهمت هو محتاج ايه بالظبط بتكون نتائجك سريعة، وده بيخلي ان العملاء دايما مبسوطة منك حتى لو انت مش الاقوى في التعامل مع البرامج او انت مش الاميز في التخصص بتاعك. واخر نقطه، ونقطه بتيجي متاخر شويه بعد ما تتمكن شويه كده من التخصص بتاعك في المجال، ان انت تحاول تعدد مصادر دخلك كجرافيك ديزاينر. مصادر الدخل بالنسبه للجرافيك ديزاينر متعدده. في ناس بتبقى شاطره قوي ان هي تعرف تجيب شغل عن طريق مواقع الفريلانس، في ناس بتبقى شاطره في عمليات التسويق، بيبقى عندها مثلا بيج او صفحه على الفيسبوك بتقدر تسوق لنفسها، في ناس بتبقى عارفه تسوق لنفسها كويس في المحيط اللي حواليها. ففي كذا اتجاه ممكن تاخده لو انت عايز تعدد مصادر دخلك. حتى لو انت شغال في مكان تقدر تعمل شغل خاص بيك بجانب الشغل بتاع المكان، بس تحاول على قد ما تقدر تراعي ضميرك وما تأثرش على الوظيفة او المكان اللي انت شغال فيه. يا رب يكون النصائح دي مفيدة ليكم، ويا رب اكون دايما عند حسن ظنكم. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان توصلكم الحلقات الجديدة. ولو في اي حد عنده اي استفسار يسيبه لي تحت في الكومنتات وان شاء الله اقدر ارد عليه. وبتمنى لكم جميعا التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.